يتواصل مسلسل مفاجآت بيتكوفيتش اللي ذكرنا بعد 16 سنة كاملة. نعود نذكروا قائمة سعدان في مونديال 2010 والضجة الكبيرة اللي دارتها القائمة آنذاك بعد إبعاد كوادر المنتخب وجلب لاعبين كثيرين لم يلعبوا التصفيات. إذا بيتكوفيتش قبل قليل كان أعلن عن القائمة النهائية للمنتخب الجزائري اللي رايحين نشاركوا بها في المونديال. آه، طبعا لاخر لحظه كنا نستناو باش يعاود يعيط البونجاح ويتخلى على الفلسفه هذيك الزائده تاع نروحوا باربع حراس مرمى. لكن بيتكوفيتش اصر على انه يروح للمونديال باربع حراس مرمى، ويتخلى على بغداد بونجاح. اذا القائمه اللي راها امامي ضمت الاسطوره توغاي، ربما مفاجأة. كذلك حسام عوار. طبعا هذه ماشي مفاجأة اللي راح نتكلم عليها، هي المايسترو رامز زروقي محبوب بيتكوفيتش، يعني يعشق في هذا اللاعب. بينما لم يكتب لكل من بلايلي يوسف، بغداد بنجاح، وإسماعيل بن ناصر أنه يحققوا حلم الطفولة وحلم كل لاعب بالمشاركة في المونديال. هؤلاء اللاعبين لعبوا لفترة تجاوزت 13 سنة مع المنتخب. للأسف ما رايحينش يشاركوا في المونديال بعد ما تأهلناش للنسخ السابقة. هنا القائمة راح تطرح العديد من التساؤلات. اسكو عوار أحسن من اسماعيل بن ناصر؟ هل كان يلزم أن نروح بأربع حراس مرمى؟ هذا ريسك طبعا أنك تضحي بلاعب وتزيده في حراسة المرمى. هو قال بأنه حارسين يعانيان من إصابة. كان من الممكن أنك تنحي واحد ماستيل ولا لوكازيدا اللي تشوف اللي مراش جاهز، تنحي واحد وتروح بغداد بنجاح، مهاجم اللي نحتاجوه بزاف، مهاجم صاحب الخبرة اللي عنده 13 سنة، هو في المنتخب اللي سلكنا في المواقف الصعبة. أه، اسكو بلايلي ولو انه عائد من اصابه، اسكو كان من الممكن اننا نعطيه فرصه، لانه نعرف امكاناته الفنيه ولو يعني بنصف رجل يوسف بلايلي. قدم الكثير ومعروف في افريقيا يعني. بلايلي هو وسم في افريقيا، معروف اكثر من يعني ما نعرفوش بنادم راح يقول. اذا هذه هي القائمه اللي رايحين نروحوا بها لمواجهه رفقاء ميسي في المونديال. فضل المدرب فضل بن بولعيد على بغداد بنجاح. قلت انه راح نروحوا باربع حراس مرمى وضحينا بلاعب. قدام عدد كبير من المدافعين. عندي مدة كبيرة ما تكلمتش على المنتخب الوطني الجزائري وعن الرياضة، لكن بما أنه المونديال قالوا أيام قليلة، راح نولوا نتكلموا على المونديال. اعطونا تعليقاتكم على القائمة وشكون اللي راه راضي على قائمة بيتكوفيتش، و شكون اللي يتوقع أننا راح نغادر في أول طائرة.